لحد كده وملكيش حجة. خلاص الاولاد خدوا الاجازة ودايما بيطلبوها في الصيف وعايزين ياكلوها، خصوصا المعجنات زي البيتزا زي الكريب زي الاكلات اللي زي كده، فبيبقوا عايزين ياكلوها. فبدل ما يطلبوها منك من بره وتشتريها طبعا الواحدة بس بسعر غالي، وطبعا مش هتكفي مين ولا مين، لكن هتعملي 3 صواني بتمن سعر واحدة، وكمان بحشوة اقتصادية، ومش هتعجني كتير ولا فرهاضة ولا عجن كتير ولا اي حاجة. هنبدأ كده ونسمي بالله ونصلي على الرسول، بس اهم حاجة شجعونا كده بقى بلايكات كتير وكومنت حلو منكم عشان هتستفادوا جدا من الفيديو ده. هنا بقى معانا دول 3 قطع من البانيه، هبدأ ان انا اقطعهم بالشكل ده. هقولك بقى انا هنا بعمل ايه لما بجيب مثلا قطع بانيه، مثلا نص كيلو بانيه او كيلو بانيه، ببدأ ان انا بشيل منه مثلا قطعتين 3. فببدأ ان انا مثلا ايه بيبقى عندي بقى، يعني ما بيكلفنيش كتير، مش زي ما بروح مثلا اشتري الحاجة مخصوص. فطبعا بتحسي ان انتي ايه بتكلفي الحاجة. لكن لما تجيبي زي كده مثلا من حاجة البيت وتشيليها كده على جنب تعمليها للاولاد الاكلات اللي زي كده، مش شرط كمان ان انتي تعملي قطع فراخ، ممكن تعملي سوسي، ممكن تعملي ميكس جبن، ممكن تعملي لحمة مفرومة، ممكن تعملي سجق، يعني اي حاجة. ميكس جبن كان جميل جدا، عملته قبل كده للاولاد وكان طعمه تحفة جدا جدا. فالحشوة اللي انتي حباها تقدري ان انتي تعملي لهم بيها. هنا بقى بدأت ان انا حطيت بقى قطع البانيه وشوحتهم بقى بمعلقة سمنة او زيت. نزلت بفلفل الوان وطماطمية متقطعة، وطبعا فلفل الوان متوفر اليومين دول ورخيص جدا. نزلت بمعلقه من دبس الرمان ومعلقه من الصويا صوص وملح وفلفل اسمر وبهارات اللي هي بتاعه الشاورما، وضيفي كمان معلقه بقى من الصلصه، وشوحيهم كده بقى في قلب بعض. وهنبدا ان احنا خلاص كده خلصت معانا. طبعا كل البهارات وكل الحاجات اللي لو حطيناها لو مش متوفره عندك عادي هتضيفي البهارات المتوفره عندك. وهنا بقى في المقادير ركزي لي بقى كده فيها: نص كيلو من الدقيق، عليها كيس من الخميره الفوريه، رشه من الملح، وربع معلقه صغيره من السكر. هتضيفي هنا بقى الميه كده بالتدريج، وكمان هنقلب بالسباتيلا او بالمعلقه في الاول. وهنا بدأت ان انا استعمل ايدي ولبست الجوانتي، وطبعا انتي بقى في البيت من غير جوانتي هتبقى احسن بكتير، لان انا ما بعرفش املك قوي بالجوانتي، فطبعا عشان التصوير فلازم ان احنا بنلبس الجوانتي وكده. فهنا بقى انا ما بعجنش فيها كتير، اول ما خلاص حسيت ان هي لمت كده وخدت كفايتها من الميه، ببدا ان انا بحط لها بقى شويه الزيت وبسيبها بقى كده زي ما انتم شايفين، بس بقلبها كده بقى في الزيت وبسيبها في مكانها كده في مكان العجن ده. وبرجع لها بعد ربع ساعه بلاقيها كده ايه طرت جدا، وقوامها بقى حلو قوي، مش محتاجه ان انا اقعد اعجن فيها يعني واحدف فيها والكلام ده خالص. لا لا لا، جربي بقى الطريقه الجميله دي هترتاحي جدا وهتعملها لهم على طول. وبعد كده ببدا ان انا بلاقيها طريه، ببدا ان انا بقلبها بقى واحطها في قلب طبق تاني، واحط لها شويه زيت وبسيبها شويه، بلاقيها كده عليت واتنفشت وبقت حلوه جدا، وزي ما انتم شايفين طريه جدا جدا. واللي بيخليها تلم معاكي على طول طبعا الزيت. بالشكل ده ببدأ ان انا بقطعها عشان خاطر بقى اشوف ان انا هعمل كام واحدة بقى. وزي ما انتم شايفين بصوا بتتفرد كده بايدي من غير بقى ايه ولا نفرد ولا الكلام من ده، ولا نشابة ولا اي حاجة من الحاجات ديت، ولا ادوات ولا اي حاجة، بايدك كده على طول وهتعمليها زي ما انتم شايفين. بصوا مطاطية جدا وبتتفرد معايا بكل سهولة بايديا. شايفين مفيش اسهل من كده، اعمليها بنفس الطريقة وهتدعيلي. بجد بحب دعواتكم جدا، خصوصا لما بتكتبولي في التعليقات دعوة كده جميلة، بجد بتفرحني جدا جدا وبتشجعني جدا وبتديني كده حماس ان انا ايه اعمل فيديوهات احلى واحلى. بصوا بقى فردنا تاني واحدة واتفردت برضو بكل سهولة، مفيش اسهل من كده، بجد جميلة جدا. ادهني بقى بمعلقة صلصة مثلا، معجون صلصة عندك، او بكاتشب، مش شرط ان انت تعملي بقى صلصة البيتزا لاني هتاخد معاكي بقى وقت وكده، فانت الجو بيبقى حر وعايزة تنجزي كده وتعمليها كده سريعة. حطي بقى كده الحشو عليها من على الوش، وحبة جبنة موزاريلا كده من على الوش ودلعيهم، واعملي بقى منها كذا واحدة لانها بجد
عايزه اقولك جوع اخر الليل بقى مع الاولاد دوت، فهيعجبهم جدا وهيروحوا ويجوا ياكلوا فيها. وعايزه اقول لكم ان تتخيلوا النص كيلو دي عمل لي 4 وحدات من البيتزا زي ما انتم ما شايفين كده بالظبط. ودخليهم بقى كده الفرن واعملي بقى لكل واحد كده واحده، بجد جميله جدا جدا، طعمها حلو جدا، هشه كده وكتنيه وطريه وطعمها حلو جدا جدا. اتمنى حبايب قلبي لو وصلتوا لغايه هنا وعجبكم الفكره شجعونا بقى كده باجمل لايك وكومنت حلو منكم، واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات بتاعتنا الجديده، وكل حاجه بننزلها توصل لكم على طول. بجد جميله جدا، جربوها هتعجبكم جدا جدا، بجد تحفه قوي، طعمها جميل وجميله جدا. واستنونا ان شاء الله في فيديوهاتنا اللي جايه هتعجبكم جدا. شايفين بجد خطيره جدا، جربوها بجد هتعجبكم.